مساء الفل على احلى جمهور في الدنيا، جماهير نادي الزمالك العظيم. الفيديو ده فيديو مهم جدا جدا جدا. هتمنى من كل واحد بيتفرج على الفيديو ده ان هو يدوس لايك، ولو انت مش مشترك معايا في القناه وعجبك الفيديو بتاعي يا ريت تشترك في القناه بتاعتي، وده حاجه تشرفني اكيد. من ساعه خساره نادي الزمالك قدام شباب بلوزداد في دوري الابطال وخروجنا رسميا، وانا عمال افكر طب ممكن يحصل كذا، طب ممكن نعمل كذا، والحقيقه ان لقيت حاجه واحده ثابته قدامي، هو حبي لنادي الزمالك، وان انا هفضل وراه وهفضل ادعمه وهفضل اشجعه لحد اخر يوم في عمري. يخسر يكسب ان شاء الله ما ياخدش ولا بطوله، برضه هفضل اشجعه وهفضل ادعمه لحد اخر يوم في عمري. ودي اول رساله حابب اوجهها لكل جماهير نادي الزمالك. انت عارف من البدايه ان تشجيع نادي الزمالك شيء مش سهل، وعارف من البدايه ان تشجيع نادي الزمالك محتاج قدرات خاصه، محتاج لناس مختلفه، عارفين كلنا كده. ونادي الزمالك تشجيعه مش سهل، وانت عارف كده من البدايه. فخلاص مش عايزك بقى تكون زعلان، مش عايزك تكون متضايق، عايزين نفكر في اللي جاي ونفضل ورا نادي الزمالك. فدي اول رساله انا ببداها في الفيديو بتاعي. جماهير نادي الزمالك لازم نفضل ورا النادي، لازم نفضل ندعمه، ولازم نفضل نشجعه لحد اخر يوم في عمرنا، كسبان او خسران. الحاجة التانية بقى، صحيح احنا خرجنا من دوري الابطال وموقفنا وحش جدا في الدوري المصري، وخرجنا من كاس مصر قدام بيراميدز وموقفنا السنة دي وحش قوي، بس انا شايف ان ده موسم للنسيان. شايف ان احنا خلاص بقى مش هنقعد نبكي على اللبن المسكوب زي ما بيقولوا، ولازم نفكر، لازم نشوف الحلول، لازم نشوف احنا ممكن نعمل ايه. عشان كده انا شايف ان اول الحلول بوجه رسالة لسيادة المستشار رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور. هستأذن حضرتك في طلبين، رجاء خاص، طلبين ان شاء الله. بما انك لسه رئيس نادي الزمالك، اول ما تخرج عايز اطلب منك طلبين. اول حاجة، اي حد من الادارة عايز يمشي ويسيب النادي، او ملوش مزاج يشتغل، او شايف ان الموقف مش حلو، سيبه يمشي، سيبه يمشي. اللي شايف ان هو مش هيقدر يشتغل في الموقف ده سيبه يمشي. ده رقم واحد. رقم اتنين، ودي الاهم، دي الاهم، انا عارف ان حضرتك قد اي معركة، وعارف ان حضرتك قد اي حد، وقده 10,000 مرة، بس صدقني المعارك اللي حضرتك دخلتها دي كلها محدش اتصاب منها غير نادي الزمالك وبس. نادي الزمالك هو المصاب الوحيد من معارك حضرتك. ليه؟ اقول لحضرتك. اول حاجة، معارك حضرتك مع اتحاد الكورة سبب لنا ان هم وقفوا لنا قيد 3 لعيبة كانوا محتاجينهم في وقت مهم جدا. معارك حضرتك مع الاعلاميين، فيهم الحلو وفيهم الوحش، اكيد اي مؤسسة او اي مكان فيه الحلو وفيه الوحش، بس برضو اخد الحق حرفة. يعني انا النهاردة لما اطلع اعادي كل الاعلاميين، اكيد هيضطهدوني في الاعلام، واكيد هيضطهدوا نادي الزمالك في الاعلام، ودي حاجة توقعنا وتوقع لعبتنا. اكيد برضو لما اعمل معارك مع كل ولاد النادي، دي حاجة مش حلوة. دي الحاجة اللي انا عايز حضرتك تعملها. كفاية معارك، كفاية معارك، وانا متأكد انك قد اي حد، وياما قعدت ناس في بيوتها بالسنين، عارف ومتأكد. بس ده انا شايف ان مفيش حد بيتصاب منه غير الزمالك وجماهيره. فاتمنى من حضرتك ان كفاية معارك، نلم ولاد النادي، يا ريت يا ريت نجيب ولاد النادي في اي اتجاه، اذا كان بقى في اتحاد كوره، اذا كان في اعلام، اذا كان في تدريب، في اي حته نرجع ولاد النادي تاني. لان انا شايف ان محدش هيشيل النادي غير ولاده، الناس اللي هي زملكاويه من القلب، زملكاويه وبتحب الزمالك بجد، اذا كان بقى اعلاميين، اعلامي بالمناسبه يعني السوشيال ميديا او على التلفزيون، ايا كان، كل ما هو زملكاوي لازم يتحد دلوقتي، لان احنا طالعين بموسم صفري، موسم صفري، فلازم نتحد، لازم نشوف الحلول.
مستحيل يبقى كل الزملكاويه ما عندهمش حلول والزمالك يفضل في الانحدار، مستحيل. مستحيل، حاجه العقل يرفضها. فانا بطلب من حضرتك الطلبين دول: اي حد عايز يمشي نسيبه يمشي، واي معركه حضرتك واخد قرار ان انت تدخلها ارجوك بلاش، ونلم تاني ولاد النادي ونلم شملنا تاني ونقف كلنا ايد واحده. الحاجه بقى اللي بعد كده هي امير مرتضى منصور. امير مرتضى منصور بصراحه في الفتره اللي فاتت في كلام كتير قوي اتقال عليه، وبامانه كلها يعني بصراحه مفيش حاجه ملموسه او حاجه بمستندات او حاجه 100% نقدر نقول صح. زي ايه؟ زي السمسره والكلام ده كله. الكلام ده كله ممكن، يعني انا ما بنفيش حاجه، بس مفيش حاجه بتجزم ده، مفيش حاجه بتاكد 100% ده. فما دام الحاجه 100% ما اتاكدتش، انا طول عمري متعود على كده ان انا ما اقدرش اتكلم فيها وما اقدرش اقولها، عشان بس انا بصراحه سامع حاجات سخيفه برضو مفيش حاجه في ايدينا. طيب امير مرتضى منصور يمشي؟ انا من وجهه نظري لا. ليه؟ طيب امير مرتضى منصور لما دخل النادي في الاول، دخل النادي ممكن يكون عشان ابن المستشار مرتضى منصور، دي حقيقه، بس الراجل لما دخل ثبت وجود وثبت نجاح، وانا واحد من الناس شايفه من اذكى الناس اللي شغاله في الكوره في مصر بامانه. ليه مشاكل وليه عيوب السنه دي وفي كذا حاجه اخطاء معاك، اولهم الصفقات كلها كانت وحشه ماشي، بس الراجل قبل كده كان جايب فرجاني ساسي، الراجل ده قبل كده كان جايب احمد سيد زيزو، الراجل ده قبل كده كان جايب بن شرقي. فاقصد اقول لك ان هو كان امير مرتضى منصور عينيه مش وحشه وبيعرف يجيب، بس هو السنه دي اخفق. مش معنى كده ان هو وحش ولا معنى كده ان هو فاشل، دي من وجهه نظري. انا شايف ان امير مرتضى منصور يستمر، لانه قبل كده كان ثابت نجاح، راجل بيعرف يتكلم، راجل ذكي، راجل بيعرف يفكر، راجل بيعرف يختار لعيبه، باستثناء السنه دي. كل اللي انا قلته ده باستثناء السنه دي. هو السنه دي اخفق، وانا اعتقد ان امير مرتضى منصور ذكي جدا ويقدر يقوم من اللي هو فيه، وده الوقت المناسب عشان نرجع تاني زي الاول ونرجع على المسار الصحيح. فانا شايف استمرار امير امر مهم جدا جدا جدا. نيجي بقى للنقطه اللي بعد كده، وهو جدي البروفيسور فيريرا. احنا لعبنا معاه الدوري السنه اللي فاتت والكاس السنه اللي فاتت، ودول احنا كسبناهم تمام، وكنا عاملين الحقيقه برضو اداء كويس. لعبنا بعد كده، دخلنا الدوري ولعبنا كاس السوبر قدام الاهلي، ولعبنا الكاس قدام بيراميدز، ولعبنا كاس لوسيل قدام الهلال السعودي. والاربعه دول احنا تقريبا خسرنا فيهم. يعني الدوري طبعا احنا موقفنا وحش جدا، دوري الابطال خلاص طلعنا، الكاس طلعنا قدام بيراميدز، وكاس السوبر طلعنا طبعا ما كسبناش يعني قدام الاهلي، وكاس لوسيل خسرنا قدام الهلال السعودي. فاحنا خسرنا معاك كل البطولات اللي دخلناها ما عدا بطولتين. ففيريرا في الوقت الحالي لا يصلح. فيريرا ليه معانا حب وليه معانا حاجات تاريخ احنا بنحبه، لكن في الاخر انت بتشوف المصلحة بتاعة نادي الزمالك وبس. ففيريرا بقى بروفيسور على عيني وعلى راسي، فيريرا ليه تاريخ على عيني وعلى راسي، بس في الاخر في الواقع بيقول ان هو لا يصلح لنادي الزمالك، وصبرنا عليه كتير قوي واحنا نفسنا مشيناه، بس هو الفكرة كانت في الشرط الجزائي، وكان امير مرتضى منصور شايف ان هو يقدر، وفريرا بحق الله برضو مدرب كبير، انما الحقيقة انه ما قدرش. والحقيقة ان هم دلوقتي بيحاولوا يحلوا الشرط الجزائي ده، حتى المستشار مرتضى منصور نفسه من حبسه باعت لامير بيقول له حلها يا امير باقل الخسائر. اذا الموضوع في خلال ايام هيتحل، وفي خلال ايام فيريرا مش هتلاقيه موجود. طبعا كده كده الدوري متوقف تقريبا حدود اسبوعين، فدي فرصتنا عشان نقوم،
فرصتنا بقى عشان نجيب جهاز فني محترم. جهاز فني محترم انا شايف انه يبقى زملكاوي دلوقتي. انا وجهة نظري الشخصية ان احنا دلوقتي ما نجيبش اجنبي. طب ليه ما نجيبش اجنبي؟ لان زي ما قلت قبل كده الاجنبي اللي هتجيبه لا يصلح لنادي الزمالك، لانك هتروح تجيب اللي يرضى بامكانياتك، واللي يرضى بامكانياتك هيكون من الاخر انت جايبه من البيت يا الا جايبه من على القهوه، يعني مدرب على قده. فانت مش هتقدر تجيب الامكانيات اللي انت عايزها، فهتروح تقلل في الامكانيات عشان على قد فلوسك. وزي ما قلت قبل كده احنا عندنا ازمه ماليه، ومصر كلها فيها ازمه في الدولار، فاللي هيجي عايز دولار وانت ما عندكش دولار، فهتبقى تركيبه كده بايخه. فانا شايف اللي يجي يبقى واحد زملكاوي، وانا ارشح خالد جلال. في اقاويل قالت ان ميدو قريب، انا عن نفسي بفضل خالد جلال، لكن ميدو مش وحش. ميدو مش وحش، بس انا افضل، لو انت بتسالني انا افضل خالد جلال. واي حد زملكاوي هيكون موجود هنكون في ظهره. يعني في ناس بتقول برضو ان طارق مصطفى قريب. اي حد زملكاوي وجاي قلبه على الزمالك وجاي يعمل تاريخ لنادي الزمالك هنكون في ظهره. انا شايف ان الاصلح دلوقتي ولاد الزمالك وبس، ما تجيبش اجنبي. ده وجهة نظري عشان تقدر توفي له اللي هو محتاجه، ما تبقاش انت في صراع تكلفته، في الصراع اللي هو عايزه، في صراع مساعدينه، مش هتقدر. فخلينا في اللي على قد ايدينا. نيجي بقى لأهم ما في الموضوع، اللعيبة بقى الجديدة والقديمة والمحترفين. نبدأ بالمحترفين. أنا شايف إن مفيش ولا واحد عندنا في الفرقة يسمى محترف. ليه؟ لأن مفيش ولا واحد ينطبق عليه شروط المحترف. وأول شرط من شروط المحترفين إن هو يكون بيعمل حاجة ما عنديش حد في مصر بيعرف يعملها. يعني هو بيعرف يعمل حاجة جاي يعملها لي، ما عنديش حد أقدر أجيبه من مصر بيعرف يعملها، فبالتالي أنا بجيبه عشان يعمل لي الحاجة دي. يعني على سبيل المثال يكون مثلا واحد زي سيف الدين الجزيري بينزل كل مباراة يجيب لي جول أو جولين، ما يجيش قدام الجول في انفراد هو وجول ويحطها بره، وانا مثلا وانا قاعد بتفرج على الكنبه اعدل عليه اقول لا ده كان عملها تشيب من فوق الجول. يبقى اذا ده مش محترف. انما المحترف واحد زي فرجاني ساسي في ماتش الاهلي، لما الكره اتلعبت كده راح عاملها على طول من غير ما حد يتوقعها، الشناوي نفسه وقف يتفرج عليها. ده محترف، عمل حاجه انت نفسك مش متخيلها، اللعيبه في الملعب مش متخيلها، ده محترف. فهو ده المحترف. احنا ما عندناش ولا واحد بيعمل كده. عندك مثلا سامسون، ده لازم يمشي امبارح، لازم يمشي امبارح. وبالمناسبة الزمالك عمال بيحاول ان هو يشوف له عقد في اي حتة، وكمان المفروض ان هو مكتوب في عقده، بيتقال يعني ان هو مكتوب في عقده ان هو لو عدى سنة على عقده من غير ما يقدم المردود الكويس اللي الزمالك مستنيه، الزمالك من حقه ان هو يفسخ عقده بدون اي شروط جزائيه. طيب برضه ما هو في نقطه برضه، يعني احنا الفلوس اللي دفعناها فيه راحت فين؟ ماشي احنا مش هندفع شروط جزائيه ومش يعني مش هندفع فلوس تاني. طب واللي فات اللي تقريبا $1,000,000 دول راحوا فين؟ طيب ابراهيم نضاي بصراحه يعني تحس ان هو كل ماتش مش فاهم فيه ايه، يعني مش فاهم فيه ايه، تحس ان هم مثلا ايه مقومينه من على الاكل، ينزل كده مستغرب وما تعرفش فيه ايه. يعني انا مش فاهمه بصراحه ابراهيم نضاي. وبالمناسبه يعني حتى لو هو هيبقى لعيب كويس، لان احنا ما حدش شافه، يعني ما حدش يقدر يحكم عليه برضه لاجل الامانه يعني، بس حتى لو هو لعيب كويس هيبقى لعيب كويس مش لعيب محترف، مش اللعيب اللي انت مستنيه يجي يصنع لك الفارق، مش اللعيب اللي انت تديله $1. تمام؟ ده ابراهيم نضاي. اتبقى عندك احمد بالحاج جاي اعاره، وانا برضو شايف ان احمد بالحاج ما خدش فرصه ولسه قدامه بصراحه يعني شويه عبال ما نحكم عليه.
بس انا لحد دلوقتي مش شايفه اللعيب اللي يعني يقدر يخش كده ويغير لك مسار النتيجه والكلام ده. بس برضه لسه قدامه شويه، يعني احمد بالحاج لسه قدامه شويه عشان نحكم عليه بامانه الله. حتى المسلوسي اول ما جه الناس كلها كانت بتهاجمه، دلوقتي بقى لعيب كويس احسن ما في الفرقه عشان الباقي وحشين بس. انما انت لو حطيته في وسط فرقه تقيله ممكن ما تلاقوش بنفس الاداء ده. دول كده المحترفين بتوعنا، فبالصلاه على النبي كده مفهومش واحد اسمه محترف، يعني انا مش شايف واحد فيهم اسمه محترف بامانه. خلاص احنا دلوقتي مش في وقت ان احنا نجامل ولا احنا نقول ندي فرصه، خلاص احنا دلوقتي لازم نصحح الاوضاع. فالف ب ناخد الخمسه دول ونبدا ان احنا نسوقهم من دلوقتي، نشتغل على ملفاتهم من دلوقتي، نجيب بيهم فلوس، الفلوس اللي تيجي مش هتفرق. ناخد بقى الفلوس بتاعت اللعيبه دي نجيب بيها لعيب او اتنين محترمين، لعيب او اتنين جامدين، مهاجم فتاك بيخش ال 18 بياكل النجيله محدش بيقدر عليه. تجيب مثلا نص ملعب بيشغل لك الملعب تشغيله ما شفتهاش قبل كده. احنا محتاجين كده. انت محتاج مودريتش مثلا في نص الملعب، محتاج حد حلو، محتاج حد تقيل. احنا مشينا امام عاشور، يعني ما بقناش عندنا حد خالص. يعني كان في الاول طارق حامد وساسي وكان امام عاشور بره، دلوقتي لا في طارق حامد ولا ساسي ولا حتى امام عاشور، ما عندك رؤى ودونجا ولسه جاي لهم يعني. فاحنا محتاجين حد كويس قوي في نص الملعب، واحد بيعرف يلعب كوره، واحد حريف كوره. نص الملعب اللي نعرفه طول عمرنا حازم امام يا عم، حازم امام. شوف لنا واحد زي حازم امام الكبير ده اللي احنا نقدر نقول نص ملعب نعتمد عليه. ده بالنسبه للمحترفين. نيجي بقى لبقيه الصفقات، اللعيبه المصريه. بص انا ما اتعودتش ان انا اقول كلام ممكن يضايق حد او اغلط في حد، انا ما اتعودتش على كده وما اتربيتش على كده، بس اللي انا عايز اقوله ان هم كلهم لا يصلحوا، كلهم ال 13 صفقه اللي جبناهم ما ينفعوش، وزود عليهم عبد الغني ورؤى. كل دول لازم نشوف لهم بيعه. ليه؟ لان هم لعيبه ما ينفعش تلبس تيشيرت نادي الزمالك. طب ما هو فيهم لعيبه انا بحس ان هم كويسين، لعيبه محيره. انا عارف ان انت هتقول لي كده، بس اللعيب المحير ده يعني ساعات بيبقى كويس وساعات بيبقى وحش، فده ما ينفعش لنادي الزمالك، لان نادي الزمالك بيخش بطولات، بيلعب فيه اكتر من بطوله، فما ينفعش ان اللعيب يبقى بكذا مستوى. لا انا عايز لعيب مستوى ثابت، لانه بياخد فلوس كويسه، بياخد فلوس ما ينفعش ياخدها في اي حته في مصر. فبالتالي المفروض ان هو يبقى فعلا لعيب مختلف. ده الطبيعي، على فكره انا بتكلم في الطبيعي. فكل اللعيبه اللي موجوده لا تصلح. انا شايف ان واحد زي زيزو وواحد زي ونش وواحد زي فتوح ما ينفعش يلعبوا مع اللعيبه دي. يعني احنا شفنا اخر مره زيزو شكله عامل ازاي، عنده اكتئاب بجد. هتقول لي اصل زي ما احمد حسام ميدو بيقول لك اصل احمد سيد زيزو هو اللي بوظ بالعقد بتاعه وبوظ اوضه اللبس، او كل حاجه هنقول اوضه اللبس. امال فين الناس اللي شغاله على اوضه اللبس؟ طيب اكيد مش منطق. وبعدين يا عم هو في حد زي احمد سيد زيزو في الفرقه؟ ما تبقى زيه وخد زيه. ما هو انت لو زيه هيدولك زيه. ما احمد سيد زيزو ده مش قريبهم برضه، واحمد سيد زيزو ده كان جاي من بره محدش يعرفه. اذا هو اللي عمل، انت اعمل، انت عايز تاخد وخلاص. طب ما انت بتاخد قدمت ايه ولا عملت ايه؟ يعني اللعيبه اللي جايه دي كلها، اللعيبه اللي جت دي كلها بتاخد ملايين، ما خدوش بطوله، ناخد منهم الفلوس تاني بقى. فمحدش يقول لي اصل احمد سيد زيزو بياخد كتير فاللعيبه غارت منه. طب اهو انت لو كويس هيدوك كتير، انت وحش خلاص ما تبصش بقى للي ايه للكويس عايزه يبقى وحش زيك. لا هي مش كده.
اخر حاجه عايز اتكلم فيها، يا ريت نعجل في الكلام ده، يا ريت نعجل في الجهاز الفني اللي يجي بحيث ان هو يكمل، يبدا يتعود على الفرقه. ما نجيبوش من اول الموسم ويرجع يقول لك طب اديني فرصتي، طب استنى اتعود، فنطلع من بطولتين ثلاثه فنستنى نعيد القاره. يعني احنا لازم نتحرك دلوقتي، لازم نتحرك دلوقتي، هو ده اللي هيرجعنا تاني لمكانتنا الطبيعيه، عشان احنا ما ينفعش نفضل في المكانه دي. الزمالك مش كده، تاريخ نادي الزمالك لا يسمح باللي بيحصل، بطولات نادي الزمالك لا تسمح باللي بيحصل. اتمنى من كل اللي بيسمعني دلوقتي ان هو يشير الفيديو على قد ما يقدر وتدوسوا لايك عشان الفيديو ينتشر لاوسع نطاق، عشان الكلام بتاعنا يوصل للاداره، وباذن الله نحاول على قد ما نقدر نغير اي حاجه حتى لو حاجه صغيره. احنا كلنا يهمنا مصلحه نادي الزمالك، بنفكر في مصلحه نادي الزمالك. كل الناس الزملكاويه متضايقه بسبب نادي الزمالك وحزينه بسبب نادي الزمالك، ودي حاجه بتضايقنا كلنا. فاتمنى تاني ان انتوا تشيروا الفيديو عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس بحيث ان هو يوصل للاداره. سلام.